ما كنتيش غيرانه انه هيجي دبي لوحده في الاول وهيسافر مع كرو بنات حلوين؟ والله تعرف والله والله موضوع هذا اما ليه بالحق عمري ما خممت فيها باش ما نكذبش. ما أوكي. كانش في بالي، ما كنتش نعرف. اذا كنت عارفه كنت ما شفتش. اما بالحق ما كانش في مخي. نعرفش كنت ديما نخمم مش يعمل حاجه يحب عليها فرحانه. انا قلت بالحق ما كنتش في بالي، كان جا في بالي. اقعد في تونس. اما يعني وبعد من الاول كانت صعيبه الحقيقه، ما كنتش فاهمه زيادة. هو وقت التريننج وانا مازلت هنا وانا مانيش عارفه نطلع ولا ما نطلعش، نجرب ولا ما نجربش. كانت صعيبه، كان ديما تعب. قلت شو يعمل هذا وين ما نكلمه تعب راقد. وانا كنت لاني فاهمه 3 سوايع معناها فارق وقت، ما نحب نكلمك تهز علي التليفون. بالظبط. انا في كتير صحابي كرو لما يكونوا مرتبطين بحد بره الشغل ما بيتفهموش ابدا الموضوع ده. صعبه جدا. نحس مشاكل كرو مع كرو اسهل من كرو مش كرو. بالظبط. خاطر تفهم اكثر. يعني انا من بعد كي جيت بعد هذاك شهر ونص كي جيت زاده وليت مع اتحاد، انا وليت تعب. بنحس ما نكلموش، ما تكلمنيش. لا تكلمني ولا نكلمك، انا زاده تعب. وقتها وين فهمت الحقيقه. اما قبل معناها من الاول شهر ونص هذاك كانت صعبه معناها الحقيقه. ما منيش فاهمه. هي اول هيت 3 شهور الاولانيين. تريننج واول شهرين فلاينج. اي حتى تتعود على الايه. تتعود على اللايف ستايل. بصراحه تعودوا على قله النوم، على التعب. معناها يدوكم الحاجات اللي تهيتس يو هارد بعدها. خاطر انت ميكش راقد، ترجعش ترقد. اما لازمك تكون في مود ما باهي، ولازمك تعب. اما زيدا لازمك في الداي اوف تحاول تخرج، لانه انا بلد جديد وكل. انا نحس هذوما الحاجتين الزوز اللي من الاول يصعبوا عليك، يتعبوك بالاول. اما من بعد بتاخد مناعه. والله تاخد مناعه. شو استمع